تخيل معايا كده، انت داخل الجيم. حلو. بتتمرن حديد وبتعرق وبتتعب، وفي نفس الوقت بره الجيم جسمك بيتخرب بالراحة من سيجارة واحدة بس. ساعتها السؤال مش هل بتتمرن، السؤال الحقيقي هو التمرين ده بيكسب ولا بيضيع؟ يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اول نقطة معانا وهي عضلاتك ونتيجة التمرين. بص يا سيدي، انت لما تيجي تتمرن في الجيم العضلة بتتعب وبتعمل فيها تكسير صغير، وده طبيعي جدا، وده اللي بيخليها تكبر وتتحسن بعد كده لما ترتاح بتتعافى. المشكلة بقى لما تكون بتدخن السيجارة، فيها مواد بتقلل كمية الأكسجين اللي بتوصل لجسمك كله، خصوصا العضلات. يعني ايه؟ يعني الدم مش شايل الأكسجين كفاية عشان يوصل للعضلة وهي بتتعافى. تتخيل معايا كده انك بتبني بيت حلو، بس بدل ما تيجي مواد البناء كاملة بتوصل لك ناقصة. هيطلع بيت بس ببطء وبجودة أقل. نفس الكلام على جسمك. انت ممكن بتتمرن حديد كويس جدا جدا وبتشيل اوزان وبتتعب، انا معاك ومقدر وعارف كويس، بس بعد التمرين العضلة مش بتلاقي البيئة الصح عشان تكبر وترجع اقوى. هتلاقي النتيجة ايه كالتالي؟ مفيش فرق واضح، بس الشكل نفس القوة تقريبا، ويمكن تقدم بسيط جدا مقارنة بالمجهود اللي بتعمله. علشان كده ناس كتير بتتمرن سنين وسنين ومش شايفة فرق كبير، رغم انها بتعمل مجهود جامد وجبار. بس في عامل بيبوظ اللعبة من تحت وهو التدخين. تاني نقطة معانا وهي النفس والتحمل. أهم حاجة في التمرين خصوصا الكاردو أو حتى الحديد هي النفس والأكسجين اللي داخل جسمك. لما بتدخن السيجارة بتعمل حاجة اسمها إنها بتضيق الشعب الهوائية، يعني الممرات اللي بتدخل وبتخرج منها الهواء دي في الرئة بتبقى أضيق وأضيق. فتخيل كده انك بتجري، بس بدل ما الهواء ده يدخل بسهولة كده، داخل بصعوبة وبكمية اقل كمان. انت هنا جسمك حرفيا بيبقى مخنوق من جوه شوية. عشان كده تلاقي نفسك وانت بتلعب بتبدأ كويس وبعد كام دقيقة تلاقي نفسك بتنهج بسرعة، نفسك بيخلص ومش قادر تكمل بنفس القوة والطاقة. واللي بيحصل لك ان قلبك ورئتك بيحاولوا يعوضوا نقص الاكسجين ده، فبيشتغلوا اسرع كده من الطبيعي، وده غلط. فبتتعب بدري كأنك بتجري وانت شايل شنطة تقيلة، او بتلعب بنص الساعة مش كلها، بنص الساعة بتاعتك مش كلها. والأخطر من كده كمان إن مع الوقت قدرتك على التحمل بتقل. يعني التمرين اللي كان عادي بالنسبة لك بقى تقيل عليك ومش قادر توصل لنفس المستوى اللي كنت فيه قبل كده. فببساطة التدخين مش بس بيأثر على النفس وانت بتتمرن، ده بيقلل سقف لياقتك من الأساس. تالت نقطة معانا وهي القلب والدورة الدموية. جسمك كله شغال على حاجة اسمها الدورة الدموية، يعني الدم اللي شايل الأكسجين والغذاء اللي بيوصل لكل حتة في الجسم عن طريق بقى أوعية دموية زي المواسير كده. لما بتدخن السجاير دي بتعمل حاجة خطيرة، انها بتضيق الاوعية دي، يعني المواسير بتبقى اضيق، فمرور الدم بيبقى اصعب وابطأ. وهنا بقى القلب بيدخل في القصة. القلب عامل كده زي مش عارف اقول لك ايه. القلب بيبقى عامل زي الموتور اللي بيضخ الدم كده، فلما يلاقي الطريق ده ضيق عليه فبيضطر يشتغل بقوة وسرعة اكتر عشان يقدر يوصل نفس كمية الدم والأكسجين. دلوقتي بقى تخيل إنك بتتمرن كمان فوق ده، يعني القلب أصلا مضغوط لوحده بسبب التدخين، وجاي تزود عليه مجهود الجيم والكارديو والشد وكل الكلام ده. فالنتيجة إيه كالتالي؟
ضغط اول حاجة مضاعف على القلب، بيشتغل اكتر من الطبيعي بكتير، وممكن يوصل له في النهاية الاجهاد على المدى الطويل. والمشكلة هنا بقى يا سيدي انك مش حاسس بالموضوع ده لحظيا، بس مع الوقت بيأثر على ادائك وتحملك وصحة القلب نفسه. علشان كده بقول ان التدخين مع التمرين مش بيكملوا بعض، بالعكس دول يعني التدخين مع التمرين مش بيكملوا بعض، دول عكس بعض تماما، ده في طريق وده في طريق تاني خالص. ده كأنك بتضغط على القلب من ناحيتين في نفس الوقت. الرابع واخر نقطة معانا وهي الاستشفاء والنوم، ودي اهم نقطة معانا، نقطة مهمة جدا جدا جدا، ركز معايا. اهم جزء في التمرين مش وانت بتلعب في الجيم، لا خالص، اهم جزء بيحصل بعد التمرين هو وانت نايم. ايوه، ليه؟ لان وقت النوم جسمك بيبدأ يصلح العضلات اللي اتكسرت في التمرين وبيبنيها اقوى واكبر من الاول، وده اسمه الاستشفاء، اكيد سمعت عنه. المشكلة بقى لما تكون بتدخن السيجارة دي بتلخبط النوم نفسه، يعني ممكن تنام بس نومك بيبقى خفيف ومش عميق، ودي حاجة وحشة جدا، وبتصحى كأنك مرهق برضه. واللي بيحصل ان الجسم مش بياخد فرصته الكاملة في انه يصلح العضلة وبيبنيها، فتلاقي نفسك بتتمرن وبترجع وبعدين تفضل حاسس بإجهاد طول الوقت، كأنك بتكسر في العضلة في الجيم، وبدل ما تسيبها تتصلح وتكبر، لا انت بتمنحها تاخد راحتها في الإصلاح. فمع الوقت الأداء بيقل والتقدم بيبتدي يبطأ، والإحساس العام إن جسمك دايما متكسر أو تعبان. علشان كده النوم مع التدخين مشكلة كبيرة جدا 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 لأي حد بيلعب رياضة، لأنك كده بتضيع أهم مرحلة في بناء الجسم من غير ما تاخد بالك. في النهاية يا سيدي، بعد كل اللي قلناه ده أظن الصورة بقت أوضح دلوقتي ليك. انت ممكن تكون داخل الجيم بانتظام، بتلتزم، بتشيل اوزان انا عارف، وبتتعب وبتعرق، ومفكر ان كده خلاص انت ماشي صح 100%. بس لو في نفس الوقت انت بتدخن، انت كأنك عامل حاجة غريبة جدا، بتبني جسمك في الجيم وبترجع في نفس اليوم تهده من غير ما تحس كمان. كل سجارة بتشيل منك جزء من نفس، جزء من الأداء، جزء من الاستشفاء، ومع الوقت تلاقي نفسك واقف مكانك رغم انك بتبذل مجهود كبير جدا. وده اللي بيخلي ناس كتير تقول انا بتمرن ومفيش نتيجة عليا، مع ان المشكلة مش في التمرين اللي بتتمرنه، المشكلة في العادة اللي بتكسر المجهود من الأساس. فالسؤال الحقيقي هنا مش انت بتتمرن ولا لا، السؤال انت بتساعد جسمك يكبر ولا انت بنفسك اللي بتوقفه. القرار بسيط بس مهم جدا، يا تمشي في طريق جسم قوي وصحة أحسن ولياقة أعلى، يا إما تفضل في دايرة تعب بقى ومجهود من غير نتيجة واضحة. وفي النهاية الجسم ده أمانة عندك، ربنا اداهولنا كلنا، مش اداهولك انت بس، وبيستحمل منك كتير جدا جدا، بيشوف الويل علشان يكبر كده ويبقى قوي. بس مش لحد يعني، جسمك ده أمانة عندك وبيستحمل منك كتير، وياما شاف الويل والتعب والعرق عشان يبقى يعني يبقى كويس. فلو الفيديو ده وصل لك فكرة جديدة كده او خلاك تفكر بشكل مختلف، اعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. لو اول مرة بتشوفنا فضلا وليس امرا انزل نورنا بزرار الاشتراك الجميل بتاعك في القناة، وفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وبس كده، اللهم لا تتركني للضلال ولا تخلى عني الخطيئة، والهمني راحة الضمير حتى أستطيع أن أنام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. واحد، 2